السلام عليكم. طيب في الفيديوهات اللي فاتت اتكلمنا عن فكرة الفليكس من منظور البيرنت، من منظور الفليكس كونتينر. دلوقتي عايزين نتكلم عن الفليكس من منظور الفليكس ايتمز نفسهم. يعني في حاجات نقدر ان احنا نعملها مع الايتمز، ونقدر ان احنا نشتغل فيها مع الايتمز، بتدينا برضو مرونة وتدينا افكار كتيرة نقدر ان احنا نطبقها. النهارده هنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي اسمها فليكس جرو. هم اكتر من حاجه، هم ثلاث حاجات هنتكلم عنهم: فليكس جرو، فليكس بيزز، وفليكس شرينك. انا كنت هدمجهم في فيديو واحد، لكن حبيت ان انا افصلهم في اكتر من فيديو صغيرين علشان يتفهموا بشكل كويس، وفي الاخر هنعمل مقارنه بينهم. طيب، لما نيجي هنا، لو جيت هنا بالنسبه للكود اللي مكتوب عندي دلوقتي، انا عندي هنا الفليكس كونتينر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، مديله هنا ويت 700 بكسل، ومدي العناصر بتاعته شويه جاب، وفي شويه بادنج، وعندي هنا بادنج للايتمز الفليكس ايتمز نفسهم، وعندي ليهم ويتس 100، وعندي ليهم هايت 30. هنا انا عندي كام عنصر؟ عندي اربع عناصر. الاربع عناصر دول فكره الفليكس جرو اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. الاربع عناصر دول في مساحه هنا فاضيه، المفروض ايه اللي يحصل فيها؟ يعني المساحه الفاضيه دي المفروض ايه اللي يحصل فيها؟ المفروض انهي عنصر او انهي عناصر يقدروا ان هم ياخدوا المساحه الفاضيه دي. طيب، الفليكس جرو بشكل طبيعي الديفولت فاليو بتاعتها صفر، يعني ممنوع ان حد يكبر او ياخد المساحه الزياده. مساحه زياده سيبها زي ما هي. لكن لو جينا علشان نشوف تاثيرها بشكل حقيقي، وجينا عند ايتم 4 هنا، عند ايتم 4، خدنا هنا الايتم 4 ده وادينا له فليكس جرو، قلنا له ان هو بدل صفر هنخليه واحد، ونعمل هنا ريلود. زي ما انتم شايفين الايتم 4 ده خد المساحه الزياده. يعني ولنفترض ان في الصوره دي كان باقي 100 بكسل فاضيين، هو خدهم كلهم. طيب لو رحنا جبنا ايتم تاني، جبنا ايتم 3 مثلا بالشكل ده، وقلنا له فليكس جرو انت كمان واحد، ايه اللي هيحصل؟ خلونا كده نشوف مع بعض. هنا سيف ريلود، هتلاقوا ان 3 هو كمان كبر. ايه اللي حصل المره دي؟ لما ايتم 4 خد فليكس جرو لوحده، خد كل المساحه لوحده. لكن لما ايتم 3 خد معاه هو كمان واحد، السبيس اللي كانت باقيه، المسافه اللي كانت باقيه اتقسمت على اتنين. ده خد 50 وده خد 50. اكن انت بتوزع حاجه والشويه الباقيين هتعمل فيهم ايه؟ طيب لو جينا قلنا ان الاربعه ياخد اتنين والتلاته ياخد واحد، برايكم ايه اللي هيحصل؟ لو دوسنا سيف هتلاقي ان الاربعه هياخد ضعف التلاته. يعني لو المساحه اللي باقيه 3، لو المساحه اللي باقيه 100، 100 دي هتتقسم على التلاته، الاربعه هياخد اتنين والتلاته هياخد واحد. دي فكره الفليكس جرو بكل بساطه. الديفولت فاليو بتاعتها صفر، بمعنى ان احنا لو شلناها، دي الديفولت فاليو بتاعتها صفر، مفيش اي حد بيكبر. لو حطينا هنا صفر مفيش اي اختلاف. الفكرة بس ان انا بجيب عناصر معينة او عنصر معين واوزع عليه اللي موجود. لو وزعت على واحد، على اتنين، على تلاتة، بنسب مختلفة، كل واحد بياخد من السبيس الباقية النسبة اللي احنا حطيناها له، او اللي يوازي الرقم اللي احنا حطيناه له. يا رب فكرة الفليكس جرو تكون واضحة، واشوفكم في الدرس الجاي ان شاء الله.